فردي ولا طاسيلي وماليزيا ونعيش. الآن نتحدث عن مباراتكم في الجزائر. كيف وجدتم هذا البلد؟ بلد رائع، لقد كانت ذكريات مميزة للغاية. أتذكر أننا وصلنا إلى الجزائر في شهر جونفي من أجل خوض هذه المباراة الودية. أتذكر أيضا أنه كان هناك جمهور كبير للغاية وشغوف، وهذا أمر مهم جدا عندما يكون لديك جمهور يعشق الكرة. زيارتنا للجزائر تركت انطباعا مميزا عن هذا البلد. كيف وافقتم على التنقل إلى الجزائر من أجل لعب هذا اللقاء الودي؟ وافقنا على التنقل للعب وديا في الجزائر لأننا تلقينا عرضا جيدا وهاما. وافقنا من دون أي مشكل. كنا في تربص وتلقينا العرض الذي لم نرفضه لأنه كان سيسمح لنا بلعب مباراة مهمة وقوية أمام فريق جيد وقوي أيضا، وهذا الأمر الذي جعلنا نوافق. فريقكم فيورنتينا عانى كثيرا في هذه المواجهة، وعدلتم النتيجة في الثواني الأخيرة لتنتهي المواجهة بنتيجة هدف مقابل هدف. ما رأيكم؟ نعم، لقد عانينا صحيح، لكن لا ننسى أننا كنا في فترة تحضيرية خلال الشتاء، وكنا في حاجة ماسة إلى مباراة قوية مع فريق جيد من أجل العودة ودخول أجواء المنافسة من جديد في الدوري الإيطالي بشكل مميز. وكانت هذه المباراة مفيدة للغاية بالنسبة لنا، كما أننا قدمنا وجها طيبا. وكيف وجدتم الجمهور الجزائري وأنصار مولودية الجزائر في ملعب 5 جويلية؟ جمهور رائع وجميل للغاية، وخاصة أعتقد أنه جمهور حماسي جدا. عندما سجلت المولودية أول هدف، صحيح؟ وتمكن من افتتاح باب التسجيل، ينفرد على الجهة اليسرى، متابعة وتمريرة في المستوى، والحارس سيباستيان. نعم بالتأكيد، أتذكر جيدا تلك اللحظة التي دوى فيها الملعب. عندما عدل ريجينالدو النتيجة أمام المولودية، شاهدنا لاعبي الفريق يفرحون بطريقة خيل لنا أن المباراة رسمية. ما سبب ذلك؟ هذا راجع لسببين، لأن المباراة كانت صعبة جدا، بالإضافة إلى أنهم كانوا يريدون الخير لزميلهم ريجينالدو الذي كان يمر بفترة صعبة قليلا، ولهذا الفرحة كانت موجهة إليه أيضا. وهل كان هناك لاعبون من مولودية الجزائر الذين أثاروا انتباهكم؟ في تلك المباراة كان اهتمامي أكثر منصبا على فريقي وملاحظة كل شيء، ومنهم اللاعبون الذين يتواجدون في لياقة بدنية عالية. الأمر الذي أعجبني في لاعبي المولودية هو الإرادة الكبيرة التي ميزتهم من أجل التألق ولعب مباراة قوية ومجابهة المنافس. هذا ما أدهشني كثيرا.